السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم شيري أدهم. النهاردة هنشتغل زي ما احنا شفنا في عنوان الفيديو. لو عندك حبة صوف وعندك مشط تعالي نقولك تعملي بيه ايه. النهاردة هنعمل بيه كورة من الصوف شكلها حلو قوي، مش اللي هي كورة البونبون دي، حاجة تانية تماما. هنعمل كورة اهي زي كده. دي بتنفع ان انت تحطيها في الكابتشوهات بتاعت الكبات بتاعت الاطفال. بتعملي واحده او اتنين او تلاته وتعمليهم كده مجموعه وتبقى شكلها حلو قوي. انا هعملها النهارده لحاجه تانية مختلفه، انت تعرفي توظفيها لكذا حاجه، يعني هي ما تتعملش لحاجه واحده معينه. انا هعملها النهارده تعليقات لمفاتيح الدواليب. ده مفتاح الدولاب عندي، تمام. انا هعمل له تعليقه تنزل منه يبقى شكلها جميله وشيك وتبقى سهله، وفي نفس الوقت يبقى تجديد لحاجتنا في قلب البيت. الطريقه بتاعته سهله جدا. تجيبي الصوف أهو زي ما حضراتكم شايفين، تلفيها اهي فتله الصوف اهي، بتعملي منها حلقه، تمام. تحطيها في اهي في سنون المشط اهي، وتعديها من بينهم اهي زي ما انتم شايفين اهي، اتعلقت على سن المشط. ابدا اخد الطرف القصير ده اشده على ايدي، الطرف التاني اهو في ايدي الناحيه التانية. ببدا اعلقها والف الخيط عشان تبقى بصوا خلف خليف. اخد السن اللي بعده على طول، بدخل فيه الحلقه اللي انا عملتها، تمام كده زي ما انتم شايفين. وابدا ان انا اشد، ادخل التالتة اهي على ايدي وابدا اطلعها والفها، تمام. وندخل في السن اللي بعده ونشد في السن اللي بعده والف واشد. انا بكرر العمليه دي زي ما انت عايزه بقى، حسب حجم الكوره وحسب حجم الصوف. يعني الصوف اللي عندي هنا ده صوف رفيع جدا، تمام، فطلع لي الكوره الصغيره اللي انتوا شفتوها. لكن لو انت عندك حجم الصوف اكبر من كده بتقللي بتزودي زي ما انت عايزه، حسب حجم الكوره اللي انت عايزاها تطلع معاكي قد ايه. انا دول هعملهم معايا عشان الخيط رفيع، هعمل 18 سن، همشي على 18 سن. 18 سن عطوني الكوره الصغيره ديت، تمام. انت لو الخيط تخين عندك عايزه تمشي على 18 هتطلع طبعا الكوره كبيره عن ديت. لو انت عايزه تقللي الحجم ممكن تعمليها لحد 12 لحد 10 حسب حجم الصوف اللي هتشتغلي بيه. ببدا ادخل في السن اللي بعده واللي بعده. بصوا سهله جدا اهي. واقلب الخيط وادخله، اخدها على ايدي والفها وابدا ادخل في السن اهو كده من المشط عشان اشتغلت عليه كذا مره، فالسنون بتاعته بدات تفتح مني. هخلصهم 18 سن زي ما قلت لكم، واوريكم هتطلعوا للدور التاني ازاي. كده زي ما احنا شايفين 18 سن انا اشتغلتهم. بنطلع للسطر التاني بنفس الكيفيه اللي انا بدات بيها، نفس الطريقه اللي انا شغاله بيها. بطلع للسطر التاني اهي، بلفها وادخل في اخر واحده انا اشتغلتها. ببدا اهي اخر واحده ديت، دي اهي دي اخر واحده انا اشتغلتها. بحط الخيط فوقها تاني اهو زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، الخيط فوقها بالظبط، واشد واكمل السطر رايح جاي لمدة 4 سطور باللون دوت. 4 سطور هشتغلهم باللون الفاتح دوت. كده يا بنات انا اهو في اخر واحدة في السطر الاخير بعد 4 سطور. 4 صفوف اهم عملتهم. نيجي نعمل اخر واحدة كده، 4 صفوف اللي انا عملتهم. انا بقى هبدأ اغير اللون، مش هنقطع، هنسيب الفتلة زي ما هي كده معانا، مش هنقطع خالص. نبدأ نغير اللون بنفس الكيفية اللي احنا بدأنا بيها الأولانية، هنبدأ بيها اللون التاني بالظبط. مفيش أي اختلاف ما بين ده وما بين ده. أفكركم بيها أهي. نعمل لفة أهي خلف خليف أهي، حلقة نعملها فوق بعضها أهي تدينا خلف خليف كده. نبدأ ندخل في أول سن، أول سن أنا اشتغلت عليه ببدأ إن أنا أدخل فيه وأشد الخيط واخد الفتلة
اللي هي الفيضانية القصيرة دي، انا باخدها بين صوابعي بقى كده واشد الخيط بتاعي وابدا اشتغل بنفس الطريقة عادي جدا، مفيش اي اختلاف فيها. برضو هشتغل منها 4 سطور، اللون ده هشتغل منه 4 سطور تانيين، هشتغلهم برضو اهي كام واحدة كده معاكم عشان تبقوا شايفين. الاختيار الالوان ده بيرجع لك انتي حسب ما كان انت عايزة تحطي فيه الصوف، الحجم برضو بتاعك انتي، عايزة كرة كبيرة كرة صغيرة، دي حاجة ايه بترجع لذوقك انتي. هخلصهم. طبعا هو ممكن ما يبانش قوي عشان لون الصوف للاسف قريب جدا من لون المشط، فممكن ما يبانش معاكي قوي، هنشوفه طبعا بعد ما يتشغل هيبان معاكي. هرجع لكم تاني كده بعد ما خلصنا اللون الغامق، هنطلع برضو 4 ادوار تانيين باللون الفاتح. طبعا احنا ما قطعناش، هنسيب زي ما هو الخيط معانا اهو. انت عايزه تقطعي، لو انت هتزودي تاني خلي الخيط معاكي، لو انت مش هتزودي تاني ممكن تقطعي الخيط دلوقتي، بس انا بفضل ان هو يتقطع في النهايه، على اساس ان انت بعد كده لما تيجي تثبتي الخيوط الزياده اللي من ورا دي، او بصوا لما تيجي تثبتي الخيوط الزياده اللي عندك دي تبقى سهله بالنسبه لك، مفيش حاجه تفك منك وانت بتشتغلي. انا هطلع للجزء اللي هو الثالث والاخير، هعمل برضو 4 ادوار من اللون الفاتح، يعني كل مره بعمل 4 ادوار كده. بنات انا خلصت النسيج اللي انا عايزه اعمله اهو زي ما حضراتكم شايفين. تمام كده بقى هنبدا ان شاء الله بعد ما خلصنا الخيوط بتاعتنا والنسيج بتاعها، هنبدا ان احنا نقص الفتل عشان نبدا نشوف الفتل الزياده دي هنوديها فين. نستبعد خلاص الخيط بتاعنا، نبدا ناخد الاطراف ديت كل طرفين جنب بعض كده قريبين من بعض، أو زي ما انتوا شايفين دول الطرفين القريبين من بعض، هبدأ ان انا اربطهم واعقدهم مع بعض. بس خلي بالكم في السطر الاخير ممكن ايه الشغل عشان بيبقى خلاص قرب للسنون من فوق ممكن يفلت معانا، هي في واحدة كده فلتت اهي معايا، نبدأ ان احنا نرجعها تاني. نسيج المشط من الانسجه اللذيذه قوي ان انت ممكن تقعدي تشتغليها وتخلصيها بسهوله، مفيهوش اي صعوبه خالص. اهو انا رجعتها تاني اهو. نقلب المشط بتاعنا ونبدا ناخد كل طرفين جنب بعض، نحطهم جنب بعض كده ونبدا ان احنا نعملهم عقده مع بعض، نعقدهم كده في بعض اهو نربطهم. نربط كويس، ناخد الطرفين التانيين اللي جنب بعض برضو ونربطهم. نبدأ ان احنا نثبت عليهم شوية عشان ما يفكش معانا بعد كده اهو كده. نبدأ نشيل كل الزيادات بقى اللي موجودة معانا دي عشان خلاص دي مش هيبقى ليها اي لزوم معانا. بصوا نسيج فعلا، هو عامل زي نسيج فعلا زي ما قلت لكم كده في البداية، نسيج المشط شكله جميل جدا. هنعمل ايه بعد كده؟ هنجيب ابرة نحط فيها خيط من اللي هو اللون اللي هو في الاطراف، لان هو دوت الخيط هنستخدمه على الجزء اللي في الاطراف. نبدا ان احنا ناخد الابره بتاعتنا ونعدي كده، الابره بتاعتنا هنعديها في قلب السنون اللي احنا عملناها بالطول اهي زي ما حضراتكم شايفين، وتكوني مركزه جدا وانتي بتعمليهم عشان ممكن غرزه منهم تفلت اهو. بصوا الابره طلعت منين. نبدا نشد الخيط بتاعنا ونسيب طرف اخير اهو دوت هنسيبه زي ما هو. نبدأ نرجع بيها من الناحية التانية، احنا دخلنا من هنا نبدأ نرجع بيها كده اهو كده ونعديها زي ما قلت لكم. لاحظي خروج الإبرة هيبقى منين
عايزينه يطلع افقي عشان خاطر لو في نسيج فلت مننا بعد ما نفكه، تمام، يبقى الشغل بتاعنا كله باظ. يعني بصوا هي طلعت منين؟ من نص النسيج، ما طلعتش، ما اخدتش اخر غرزه معاها. يعني بصوا الابره طالعه منين، ما اخدتش اخر غرزه معاها. نبدا نرجع بالخيط تاني نشوفها وهي طالعه من قلب النسيج نفسه. اهو كده. نبدا ان احنا نعمل العمليه دي تكراريه، ندخل من هنا نطلع من الناحيه التانية الاتجاه اللي احنا فيه، نرجع العكس بتاعه على طول. خلي بالك زي ما قلت لك السطر الاخير بالذات بيبقى غلس شويه، على اساس ان انتي ممكن يفك معاكي بسهوله. طبعا الغرزه دي ما كانتش اتاخدت معايا، انا رجعت خدتها اهو عشان خاطر لما اجي افكه بقى من على اسنان المشط يبقى مظبوط معايا. ارجع تاني ادخل من هنا اهو، اهو كده طلعت من الجزء التالت او السن التالت. ببدأ اشد الخيط بتاعي كويس، تشدي الخيط. خيط الصوف بالذات لو الابره عيونها مش واسعه حاولي تلضمي فتله طويله شويه عشان لما تيجي تشتغلي بيها ما تفضليش كل شويه الفتله تبقى قصيره معاكي وتزهقك في الدخول والطلوع. كده ده تالت سن انا اخدته. نطلع بقى للسن الرابع اهو. وانتي ماشيه بتحسي بدخول الابره داخل منين وطلع منين معاكي عشان ما فيش اي غرزه تفلت. ممكن تشتغلي بلونين، بس ممكن تشتغلي باكتر من لونين زي ما انتي حابه. دي حاجات الوان بترجع لك انتي. يعني انا قبل كده كنت عاملاها تدريج الوان، كانت شكلها جميل جدا. كده هنخلص بقى ان شاء الله السنون كلها 18 سن. اهو بصوا لاحظوا ان الخيط بيبدا يلم معانا اهو، عمل فرق واحنا بنشد، بدا ان هو النسيج يلم معانا. انا هخلصهم طبعا كلهم وارجع لكم. هدخل من ناحيه واطلع من الاتجاه التاني العكسي وهكذا لحد ما يخلصوا. هخلصهم وارجع لكم تاني ان شاء الله. كده خلصتها. نبدا ان احنا نشيلها بقى بالراحه. بصوا انا ما قطعتش الفتله زي ما هي معايا اهي. نبدا اننا نفكهم بالراحه من على المشط اهو. بتلاقيه بيطلع معايا بكل سهوله. فك جزء كده انتي تفكي وانتي في امان، على اساس خلاص انتي دخلتي الخيوط فيها، مش هيبدا ان هو يفك معاكي النسيج اللي انتي عملتيه. كده زي ما احنا شايفين النسيج اللي احنا عملناه والخيوط بتاعتنا، الخيوط دي كلها كده اهي زي ما احنا شايفينها بعد ما طلعت من على المشط نسيج معانا اهو. نبدأ بقى ان احنا نجيب الابرة بتاعتنا، ندخل في الفتحات الموجودة دي قدامنا نلمها. كل الفتحات دي اهي بتاعتنا نلمها، ندخل بالابرة فيها، هتبقى ظاهرة وواضحة قدامنا. تمام. لما نفك مكان اسنان المشط اللي كانت موجودة عندنا اهو زي ما انتوا شايفين الابرة داخلة. تمام. ندخل الابرة اهو في كل الفتحات اللي موجودة عندنا عشان هتتلم معانا اهو كده. نبدأ ان احنا نشد الخيط بتاعنا كله كويس جدا. بنشد بقى ايدينا كويس جدا اهو. تمام. وندخل في اول
في اول واحده احنا ايه اشتغلناها عشان الخيط يلم معانا، تبدا الكوره تبان عندنا اهو كده زي ما حضراتكم شايفين. بدأ الطرف الاولاني بيلم معانا، تفضلي شاده بايدك جواه تبدأ تنزلي للنص التحتاني دوت. هبصي بتعدي بالخيط بالإبرة في قلب الايه الغرز اللي احنا عملناها بالمشط. اي خيوط بقى عندك لميها جوه اهو كده، مش هتبان معاكي تماما. تبدأي تاخدي الخيط زي ما احنا لمينا النص الاولاني اللي فوق، نبدأ نلم النص اللي الباقي عندنا تحت كده. لمت معانا، نبدأ ناخد الزيادات اللي طالعة دي برضو نمشي حواليها ونشد اهي. بقت كونت الكورة معانا، نبدأ ان احنا نثبت عليها كويس جدا اهي كده. اتقفلت معانا من كل ناحية. نبدأ بقى نعمل ايه الحلقة الاولانية. ناخد معانا خرزتين، لو انت عايزه تعمليها حلقة تعملي لها حلقة معدن خارجية مفيش اي مشكلة فيها تمام. لو انت عايزة تدخلي المفتاح وتخليها حلقة منها فيها برضه مفيش اي مشكلة. انا هعملها كده دلوقتي، اعملها حلقة منها فيها خارجية كده. بعد ما دخلت اهو المفتاح ابدأ ارجع الخرزات اللي انا عملتهم كده واعدي بيهم من الناحية التانية، طلعها من النص بالظبط عشان تبقى متوسطنة معايا. لاحظوا ان حجم الصوف مش من السهل ان هو يعدي في وسط اللولي او الخرز، يعني انت ممكن تحطي لولي، ممكن تحطي خرز، ممكن تحطي كريستال زي ما انت عايزه. احنا بناخد من بواقي الحاجه اللي موجوده عندنا، نبدا ان احنا نشتغل عشان ما نرهقش نفسنا. احنا بنعمل اعاده تدوير للحاجه اللي موجوده عندنا. ابدا اخد 2 من اللولي اللي عندي كده، واخد الكوره اللي انا كنت مجهزاها قبل كده برضه اعديها من النص اهو كده. تمام. وابدا اخد 2 من اللولي تاني وابدا اعمل لها شرشوبه. انا طبعا عندي اللون اللي هو الازرق هو اللي مسيطر، فانا هحاول ان انا اخد من اللون الكحلي عشان يبقى ايه اللونين عاملين توازن مع بعض. بنجيب اللون الغامق تمام على 4 صوابع من عندي، ببدا ان انا الف عشان انا عايزه اعمل شرشوبه تبقى حلوه كده نازله اهي. باخد 4 صوابع كده وابدا ان انا الف عليهم كذا لفه حسب بقى ايه حجم الشرشوبه اللي انت عايزاها وكثافتها، بتعملي ايه اللفات دي تمام. نبدا ان احنا نقص نبدا ان انا اطلعهم كده واعمل لها حلقه من هنا. اجيب الخيط او طرف الخيط ابدا الف واربط. متقلقوش من الزيادات دي كلها بتتساوي بعد كده اهو كده. تمام. اجيب النص هنا بقى ابدا افتح الجزء اللي انا عملته اهو
بقت شرشوبه حلوه كده ونازله وجميله. اخد بقى اي زيادات من دي اقصها واسويها عشان تبقى كلها نازله حجم واحد. اجيب الابره في الجزء اللي انا اهو، الجزء اللي انا سبته اللي فيه الفتحات بتاعه الخيط اهو، كله اتعلق على الابره اهو. ابدا ان انا ادخلهم وارجع في قلب اللولي بتاعي تاني. وابدا ان انا اشد كويس جدا واتبت. الحته اللي احنا عندنا في دي هنقصها. نبدا بقى ان انا نثبت عشان ما يبداش ان هو يجري معايا الخيط او يفك معايا تاني. كده خلاص هي انتهت معايا. دي بقى ايه هنشيلها اللي هي كانت مطرح الربط. كده بقى عندي تعليقه لمفتاح الدولاب، عندي شكلها جميله ولطيفه وشيك، تقدري تزيني بيها المفاتيح اللي موجوده عندك في الشقه، مفاتيح النيش، مفاتيح الدولاب. يا رب النهارده الفكره تكون عجبتكم وتكون نالت رضاكم. اتمنى لو الفكره عجبتكم ما تنسونيش في اللايك وفي الشير. لو في بنات الفكره عجبتها وما تكونش مشتركه معايا، دوسي على السبسكرايب الزر الاحمر اللي تحت واعملي لي لايك وشير عشان يوصل لاكبر عدد موجود معانا والكل يبدا ان هو يقدر يستفيد معانا. ان شاء الله هنزل لكم اللينك بتاع كرات البونبون، لو حد مش عارف ايه هي كرة البونبون بالصوف هنزلها لكم ان شاء الله، هسيبها في السبسكرايب تحت في صندوق الوصف، وان شاء الله يا رب تعجبكم. اتمنى ان الفيديو النهارده يكون عجبكم وينول رضاكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.